بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة الشمس أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا اهلا ومرحبا فيكم في اسبوع جديد من برنامج الديربي نايت ومن حلقات برنامج الديربي نايت. اليوم حلقتنا يعني نتشرف ان يكون فيها ضيف من العيار الثقيل، ضيف ربما يعني ايضا من الشيء اللي نسعد فيه انه قليل الظهور اعلاميا، واحنا يمكن نكون احد البرامج التلفزيونيه والقنوات التلفزيونيه اللي ايضا يلبي لها الدعوه، وهذه دلاله على مكانتنا ومكانه البرنامج ومكانه القناه عند اخونا ناصر الشطي، مثل ما احنا ايضا نعتبر ناصر الشطي رجل له مكانته وتقديره عندنا في يعني في البرنامج او عندي انا شخصيا. لكن قبل لا ارحب بالكابتن ناصر وندخل في الحوار والحديث، خلوني في البداية باسم كل العاملين في برنامج الديربي نايت أن نعزي الأسرة الرياضية في الكويت والأسرة الكروية بشكل خاص والأسرة العرباوية بشكل أخص بوفاة أحد النجوم الكبار، كبير في عطائه، كبير في أخلاقه، كبير في تاريخه، كبير في إنجازاته، كبير في مسيرته، الكابتن الواضح في الصورة أمامكم الكابتن عنبر سعيد. احنا كان ودنا يعني خاصة مشاهدينا في قناة الشمس، وهذه يمكن من الامور اللي دائما انا يعني اتواصل فيها مع الاخوان في الادارة هني، يعني مثل هذه الشخصية بعض الاخوة في مصر، بعض الاخوة في الاستديو ما يعرفون هذا اللاعب وما يعرفون شنو قدم، شنو اهدافه، شنو اللي سواه في الملعب. ترى عنده جول ايضا على مصر على فكرة اذا ماني غلطان. فيعني نظرا يمكن قوانين الاخوان في القناه ولوائحهم وامورهم يصعب ان نحط لقطات لهم، لكن ان شاء الله نامل في الفتره القادمه ان نوصل لاتفاق مع الاخوان في القناه، وندري يمكن هم عندهم ايضا قوانين ولوائح تربطهم مع الجهات العليا ما في شك، الخاصه بنشر وبث بعض الاحداث وبعض اللقطات وبعض المباريات، وهذا امر ما نلومهم عليه ولا نعتب فيه عليه، لان هم بالنهايه ايضا تحكمهم لوائح وقوانين ما في شك. لكن ان شاء الله نصل معاهم الى صيغه بحيث ان نفس هذا اللاعب نجم برز في الثمانينات في السبعينات، كان ودنا الاخوان في قناه الشمس او متابعي قناه الشمس يعرفون هذا اللاعب وتاريخ هذا اللاعب واهداف هذا اللاعب. لكن احنا يعني اعتقد اللاعب معروف، يعني عزانا الوحيد ان اللاعب معروف تاريخه عند اهل الكويت، عند الجماهير الكويتيه والخليجيه، ومعروف عند الجماهير العرباويه. لذلك هالصورتين يعني الصوره سواء اللي مع قميص المنتخب او الصوره مع قميص النادي العربي تعبر عن مسيره هذا اللاعب. لذلك نعزي اسرته الكريمه، ومره اخرى نعزي الاسره الرياضيه الكويتيه بشكل عام والكرويه بشكل خاص والعرباويه بشكل اخص، ونسال الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته. ويمكن يعني اللي شاف لقطات من المقبره ودفان الكابتن عنبر سعيد يشوف الجيل اللي عاصره كان موجود، الجيل اللي بعده كان موجود، بعض الشخصيات الإدارية والرياضية كانت موجودة. لذلك احنا نشكرهم على تواجدهم وحضورهم، وهذه دلالة على مكانة هذا الرجل. فنسأل الله تعالى مرة أخرى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. خلينا ننتقل الآن لضيفنا، وقبل لا ارحب بالضيف لا خلينا ارحب فيه بعدين نشوف التقرير مع بعض عشان يشوفه معانا. كابتن ناصر الشطي، مساك الله بالخير وتحيه لك من القاهره، وان شاء الله يعني لقاءنا القادم تكون معانا هني داخل الاستديو في القاهره ان شاء الله. ونشكرك، انا شكرتك في البدايه واشكرك مره اخرى لتلبيتك الدعوه، وهذا امر مقدر بالنسبه لي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أبو سعود سعيد بتواجدي معاك، يمكن أنت من الأشخاص اللي دائما ما أحب أردك لأن لمكانتك عندنا كإعلامي مميز، وأكيد أنا سعيد بتواجدي معاك، مشكور على كلامك الطيب، وإن شاء الله يكون ضيف خفيف على السادة المشاهدين. لا ان شاء الله انت دائما ضيف خفيف، بس نتمنى عاد تكون صريح، يعني انت عودتنا ترى انا اعرفك، انا لما اشوفك اشوف دائما الصراحه موجوده معك، فاتمنى تكون صريح، وحتى لو مرات الصراحه تزعل بس الوضوح حلو والصراحه حلوه كابتن ناصر. ان شاء الله ما نزعل احد، وان شاء الله ما نسيء لاحد، بالعكس في اشياء نقدر نقولها راح نقولها ان شاء الله، ودائما لو خاصه بعد الجماهير منتظره، يعني تبي تعرف
خفايا ما حصل، خبايا ما حصل، كواليس ما حصل. وهذا الامر ايضا يعني حتى يعني تكون الامور واضحه امام المشاهدين باذن الله ان ان شاء شاء الله. الله ان شاء الله. خلنا في البدايه نشوف التقرير اللي اقل ما نقدمه لك كابتن ناصر، وبعدها ان شاء الله سنعود. لم يكن ناصر الشطي مجرد مدرب تنقل بين الأندية، بل كان واحدا من أبرز المدربين الوطنيين الذين خاضوا تجارب استثنائية وحملوا مسؤولية قيادة أكبر الأندية في الكرة الكويتية. بدأت الحكاية مع العربي، النادي الذي عاد إليه 3 مرات، وفي كل محطة ترك بصمة مختلفة قبل أن يختتم رحلته الأخيرة بقيادة الفريق إلى لقب كأس ولي العهد، ويغادر بعدما أعاد الفريق إلى منصات التتويج. ولم تتوقف رحلته عند القلعة الخضراء، إذ خاض واحدة من أكثر التجارب إثارة للجدل عندما قبل تدريب القادسية الغريم التقليدي للعربي بعد نجاحه الكبير في قيادة قطاع الناشئين، مؤكدا أن المدرب المحترف يقوده المشروع والطموح قبل أي انتماء. كما مر بمحطة السالمية ليضيف تجربة جديدة إلى سجل حافل بالتحديات، ويواصل ترسيخ اسمه كأحد أبرز المدربين الوطنيين وأحد أكثر الأسماء حضورا في المشهد الفني خلال السنوات الأخيرة. واليوم يفتح ناصر الشطي أوراقه من جديد، ويتحدث بصراحة عن كواليس رحيله عن العربي وأصعب محطاته ورؤيته لمستقبل التدريب الوطني والكرة الكويتية. كابتن ناصر، ارجع اكرر يمكن هذا التقرير اقل ما نقدمه لك بناء على المحطات اللي خضتها والنتائج اللي حققتها، وايضا حتى الانجازات ما في شك، لكن احنا ملزومين بوقت وبالتالي نبي نكسب الوقت ايضا معاك في الحديث معاك. خل نبدا من حيث انتهيت كابتن ناصر، يعني موضوع رحيلك عن النادي العربي او استغناء اداره النادي العربي عنك، ايهما تفضل يعني طرحه بالنسبه لك؟ يعني خلينا نقولها بالمعنى اللي معروف عن المدرب، اقاله ام استقاله؟ اول شيء مشكور ابو سعود على هذا التقرير، انت والاخوان اللي وياك في البرنامج، ما قصرتوا، وما يعطيكم الف عافيه، ودائما يمكن ما تقصرون معنا. بخصوص آخر تجربة لي مع النادي العربي كانت استغناء عن ناصر الشطي، كانت إقالة من النادي العربي. طيب هذه الكلمة مرات تزعل، يعني كمدرب حالها حال أي مجال آخر أبو بدر، لما تنقال إقالة يعني كلمة تزعل. أنت حسيت بشنو لما صدر هذا القرار؟ شوف ابو سعود، يمكن الناس تعرف شنو كان سبب الإقالة. هي بالنهاية يمكن هي بالنهاية ما كان باعتقادي يعني، واللي أنا عرفته خاصة بعد اجتماعي مع المسؤولين بالنادي، يمكن ما كانت بسبب النتائج، لأني أنا استلمت الفريق، تدري أنا كنت المدرب الموسم السابق واستلمت الفريق في نص الموسم. هذا الموسم كان موسم استثنائي بسبب يعني الظروف اللي صارت، وقف الدوري يمكن 66 يوم. أنا شاركت في بطولتين، استلمت الفريق يمكن كان المركز الثاني، وانهينا الموسم بالمركز الثاني، وشارك وتأهلنا لبطولة دوري أبطال آسيا 2. أما البطولة الثانية هي كانت بطولة سمو ولي العهد، وكنا في نهاية البطولة احنا الأبطال. يمكن صارت بعض يعني المشاكل الصغيرة اللي بيني وبين المسؤولين في النادي العربي، وكان هذا سبب يمكن التوجه من النادي في القرار اللي خذوه. قرار بالنسبة لي احترمه وقدره، وهذا يعني هذا عملنا احنا كمدربين، لازم نحترم آراء المسؤولين اللي نعمل معاهم. بالنهاية هم عندهم وجهة نظر وتحترم،
ويمكن انا عندي وجهة نظر مختلفة، فكان ما في توافق بالفترة الأخيرة، وكان قرار من النادي بعدم استمراري مع الفريق. شنو المشكله ابو بدر؟ يعني المشكله ماديه، المشكله تخص لاعبين، المشكله تخص جهاز الاداري، مثلا انت غير راضي عن الجهاز الاداري. يعني انا ارجع واكرر، قلت في البدايه اتمنى تكون صريح حتى تكون الامور واضحه امام المشاهدين وامام الجمهور العرباوي تحديدا. لا شوف ابو سعود، يمكن انا الموسم السابق كنت مدرب الفريق. نهاية الموسم عرض علي التجديد، ما جددت عقدي بسبب بعض يعني الخلافات على استراتيجية الفريق. ولما جاء نص الموسم النادي العربي تواصل معاي، وحطيت الآلية اللي اتمنى تكون موجودة، زائد على الاقل على قولتهم شروطي في العقد. وكان عقدي 2.5 مع النادي العربي، كان نص موسم هذا السابق وبعد موسمين. لكن الاختلاف اللي صار يمكن كان عندي يمكن تصريح، في ناس شافته صح، في ناس شافته غلط، واحترم جميع وجهات النظر. يمكن انا كان في تصريح اني قلت في قصور من مجلس الاداره بخصوص الفريق الاول، وهذا التصريح انا قلته وانا على راس عملي، لاني يمكن كان همي الاساسي والوحيد هو فريق النادي العربي وجمهور النادي العربي. لان انا دائما اقول احنا عندنا مسؤوليه كبيره كجهاز فني، كجهاز اداري، جهاز طبي ومجلس اداره، لانجاح اخواني اللاعبين. لازم نوفر لهم البيئه المناسبه لانجاح الفريق وتحقيق البطولات. انت عارف نادي كبير مثل النادي العربي نادي متطلب. فلما يمكن قلت هالتصريح ضايق اعضاء مجلس الاداره، وهذا يمكن يعني بس شيء ابو بدر يعني انت اليوم مدرب محترف ومدرب، يعني ايضا عشت فتره تجارب مع مدربين اجانب، وما شاء الله قاعد تتابع المدربين الاجانب. صحيح. ما تعتقد انها مو حلوه ان مدرب على راس عمله وماسك الفريق وينتقد ادارته او مجلس الاداره؟ ما تعتقد انه يعني شوي فيها يعني ما توفقت في هذا التصريح، جانبك الصواب مثل ما يقولون؟ لا بالنسبه لي ابو سعود، انا يمكن الكلام اللي قلته كل واحد عنده وجهه نظر ويفهمها نفس ما قال، الناس ما يعني يفهمها. لكن الله شاهد علي، هو مو اساءه لاحد. نفس ما احنا مطالبين بنعمل ونجتهد ونعطي اكثر، كنت اطالب مجلس الاداره انه يعطي اكثر فقط لا غير، مو اساءه لاي شخص. اما بالنسبه للاحترافيه انا بتكلم لك نقطتين. النقطه الاولى قلت لك اياها اني انا ما اقصد الاساءه لاي شخص، كلهم لهم الاحترام والتقدير. هدفي الاول كان الفريق والاهتمام بشكل اكبر للفريق. اما النقطه الثانيه بسبب الاحترافيه، يمكن انا بهالاسبوع شفت تصريح مدرب كبير نفس التصريح بالضبط، مدرب روما جاسبريني تكلم بالضبط نفس الكلام اللي قلته على مجلس الاداره، ان يعمل بشكل اكبر لتطوير الفريق. فهذا بالنسبه لي تصريح، انا بالنسبه لي تصريح عادي، ولو رد فيني الزمن راح اصرح التصريح. لان قلت لك مو همي اني انا استمر بس بالفريق على راس الجهاز الفني، همي نجاح النادي العربي. لان النادي العربي على المستوى الشخصي يعني لي الكثير، والنادي العربي فريق متطلب. على اساس تنجح لازم توفر كل ادوات النجاح، ومع توفيرك لادوات النجاح تحتاج مشروع واضح لتحقيق النجاح. لان انت بالنهايه ما تلعب بروحك بالدوري امام منافسين مميزين. فاعتقد من وجهه نظري بالفتره الاخيره كان في قصور من مجلس الاداره بخصوص هالشيء، وهذا اللي خلاني اصرح هذا التصريح. اما في اساءه او تقليل من عمل الناس، لا بالعكس. طيب. في ناس مجلس اداره تعمل وتجتهد باخلاص، وفي ناس مقصره بعملها. طيب، الحديث عن هذا الموسم كابتن ناصر، يعني رغم التقصير اللي تفضلت فيه والقصور اللي كان موجود من مجلس اداره النادي العربي، لكن قدرت تتاقلم مع هذا القصور وقدرت يعني تحقق نتائج طيبه. فليش ما كملت يعني خلينا نقول في ظل هذه الظروف يعني بدون هالتصريح؟ انت فهمت قصدي؟ يعني انت مع هالقصور ومع هالتقصير ومع لكن شفنا منك نتائج طيبه والكل قاعد يشيد بعملك. فليش ما يعني خلينا نقول تجاهلت هذا الموضوع؟ ابو سعود، انت تدري في الانديه الكبيره يعني الاستمراريه اهم شيء. اهم شيء الاستمراريه. لما تحقق بطوله مو كافي بس انك تحقق بطوله. انا حاولت ازرع بالنادي العربي ان الفريق يكون عنده ثقافه، يلعب باسلوب لعب معين، كره معينه. الكره هذه راح تساعدك بتحقيق البطولات. فانا باعتقادي ان القصور اللي صار بالفتره الاخيره ما راح يخلينا نروح بعيد. يمكن انا اتكلم، حتى انت يمكن شفت
بعد تصريح انا بفتره صغيره شفت يمكن 3 لاعبين مهمين انتقلوا لنادي الكويت. انت اذا بتكون فريق منافس لازم تحافظ على ابرز لاعبين وتعزز الفريق بشكل اكبر. انا ما ادري شنو الاليه اللي انتقلوا فيها اللاعبين، لكن اعتقد ان فريق مثل النادي العربي لازم تحافظ على ابرز اللاعبين، لازم تحافظ على مجموعه الفريق. احنا الموسم الاول معاي نافسنا على جميع البطولات، مع هذا تغير 10 الى 9 لاعبين بالفريق. هذا الموسم نفس الشيء. فباعتقادي انا كنت اطمح ان نتطور، حتى في الغرف المغلقه كان عندي اجتماع كبير مع مجلس اداره والجهاز الاداري والجهاز الطبي واخواني اللاعبين، وتكلمت عن هالنقطه. نعم. دوري انا كمسؤول على الجهاز الفني، لازم الجهاز الفني يتطور، لازم الجهاز الاداري يتطور، الجهاز الطبي يتطور، ومجلس الاداره يعمل بشكل اكبر لتحقيق نتائج افضل من السابق. فباعتقادي انا لما اصرح على راس عملي، انا ما اهتميت اني انا استمر ولا ما استمر. هدفي الاساسي الفريق انه على قولتهم يتوفر له كل الاحتياجات للاستمرار بالمنافسه وتحقيق البطولات. طيب، النقطة اللي تفضلت فيها موضوع انتقالات اللاعبين ورحيل اللاعبين، آخر الأيام كابتن ناصر كان الحديث يدور حول هذا الموضوع. يعني أنت كنت قريب من اللاعبين، هل شفت فيه أيضا في تقصير مجلس إدارة يعني ناحية هالأمر؟ يعني سلمان العوضي آخر الأيام أنت تذكر يمكن مرات على الدكة، مرات أصلا ما نشوفه في الملعب. القرزعي يعني في ظل تألقه كان الحديث يدور انه هو احتمال يرحل. يعني مثل هالامر كنت حاس فيه، شاعر فيه، ولا بعد رحيلك طلعت هذه الامور؟ لا، شوف، يمكن انا بالموسم الاول صارت لي نفس المشكله مع سلطان العنزي وعبد الرحمن الظفيري، لاعبين بعد الجوله الثالثه او الرابعه ما كانوا وياي بالفريق، ونهايه الموسم صار الموضوع نفسه مع حسن حمدان. اما سلمان العوضي يمكن اخر شهرين ما كان موجود بالتدريبات، كانت عنده يمكن اعتقد انه عنده مشكله مع النادي، وطبعا هذه التفاصيل هذه اللي صارت بينه وبين النادي والله ما اعلم فيها، ما ادري شنو اللي صار. لكن كنت اعلم، لان كنت اقول ان سلمان مو موجود وياي بالتمرين. الاسباب كان في مشاكل بينه وبين النادي، سلمان قرر بعدم الاستمرار في التمارين، والنادي عاد اجرى يعني الامور القانونيه، ونفس الشيء سلمان، وصار اللي صار. يمكن اما بخصوص عبد الله كم يمكن انت تدري اول لعبه شارك بشكل اساسي هي نهائي الكاس بعد فتره كبيره من الوقفه اللي كانت 66 يوم. صحيح. وشارك وقدم يمكن 7-8 مباريات الاخيره مستوى مميز، وهو بالنسبه لي مستقبل خط الوسط على مستوى المنتخب وعلى مستوى النادي العربي. بالتاكيد هو خساره كبيره للنادي العربي ومكسب كبير لنادي الكويت. يمكن بعد انتهاء الموسم بدأت الأخبار تطلع على عبد الله، ويمكن شفنا اللي صار. ما كنت أدري الصراحة بالتفاصيل اللي صارت، وبالنهاية أتمنى التوفيق أكيد للنادي العربي واللاعبين في مسيرتهم الجاية. نعم كابتن ناصر، يعني خلال مسيرتك مع النادي العربي يقال، طبعا هذا رأي بعض الجماهير العرباوية، مدى أنت قريب وكنت في على قولتهم في موقع الحدث، يقال بأن النادي العربي محارب، أو يعني يحاولون يطيحونه، سواء يقال طبعا من بعض اللجان في الاتحاد، من بعض الشخصيات اللي من خارج النادي العربي، يقال ان من بعض الشخصيات العرباويه اللي من خارج مجلس الاداره، فكل واحد قاعد يقول كلام. عرفت؟ انت حسيت بهذا الامر؟ هل فعلا شعرت بانه والله النادي العربي قاعد يحارب، النادي العربي قاعد يحاولون يطيحونه؟ شوف ابو سعود، يمكن انت تدري ان النادي العربي نادي كبير ومو محتاج كل هالامور. يمكن انت تدري النادي العربي اذا نجح ممكن يسبب مشاكل كبيره حق وايد من الناس المسؤوله. انا بس بتكلم عن نقطه واحده، انا ما ادري شنو اللي يصير خلف الكواليس، لكن اتكلم عن نفسي انا. في فترتي مع النادي العربي بسنه ونص في كانت معاناه كبيره الصراحه امام المسؤولين في اللجان المسؤوله في الاتحاد، خاصه في الجداول. يمكن انا اتكلم السنه اللي طافت في عز المنافسه، احنا الفريق الوحيد كنا ننافس على 4 بطولات، وكنا نطلب التاجيل في بعض المسابقات وما صار لنا التاجيل. في الموسم الاخير صار مع نادي القادسيه ومع نادي الكويت، وهذا كان اللي لازم يصير. يعني اللي صار مع نادي القادسيه ونادي الكويت هو الصح،
لكن ما صار مع النادي العربي بالموسم السابق. حتى في ترتيب الجدول انا اتمنى هذا الموسم يكون الجدول واضح من بدايه الموسم لنهايته، لان احنا المتغيرات كل شهرين في الجدول، وكانت عندنا مشاكل كبيره خاصه في الجدول، ما ندري وين رايحين احنا. يمكن انا في نهائي كاس سمو ولي العهد الاخير انا قبل 8 أو 9 أيام عرفت في موعد المباراة، وأنا واقف 66 يوم تمرنت 8 حصص تدريبية وشاركت في النهائي. أيضا في بطولة الدوري وكأس ولي العهد كأس الأمير، يمكن المتغيرات كانت موجودة كل شهرين ومو كانت واضحة. فأنا أتمنى بالمستقبل لجنة المسابقات تحط الجدول من بداية الموسم لنهايته كل شيء واضح، على المستوى الفيفا داي، على مستوى المسابقات الآسيوية كلها موجودة عند المسؤولين في الاتحاد. فأتمنى الجدول يكون واضح، لا تصير دائما متغيرات، لأن هذه يمكن فيها ضرر على مستوى المنافسة. أنا طبعي دائما ما اقلل من الفريق اللي يفوز، ما اقلل من الفريق البطل، نادي الكويت، نادي العربي، نادي السالميه، نادي القادسيه، نادي كاظمه. الفرق المنافسه فرق محترمه وفرق يعني تاريخها كبير، لكن اتمنى ان هذا الشيء ما يصير في المستقبل، واتمنى ان لجنه المسابقات تعدل هذه الامور، لان انا بالنسبه لي كان فيها شك كبير، وما كانت فيها عداله خاصه في اختيار المسابقات وتداخل المسابقات اثناء الموسم. هل فاجأت الجميع اللي توقع ان العربي راح يخسر امام الكويت كابتن ناصر؟ لا، بالنسبه لي العربي دائما فريق مرشح. انا اكلمك بكل صراحه، الظروف اللي مرينا فيها ما كانت عاديه من بدايه الموسم، من استلام الفريق، وايضا يمكن نادي الكويت كان فريق متواصل بالتدريبات، وكان جاي يمكن من نهائي البطوله الاسيويه وتحقيق البطوله الاسيويه وجاهزيه اكبر منا، خاصه احنا بعد 66 يوم خضنا 7-8 حصص تدريبيه وشاركنا في مباراه النهائي. يمكن انا مع اخواني اللاعبين كنت اتكلم وياهم، الكل يتمنى انه يكون موجود بالنهائي ايا كانت الظروف، احنا قادرين. يمكن كل النهائيات السابقه قدمنا مستويات مميزه، لكن ما حالفنا التوفيق يمكن في النتيجه، لكن هذا الله كرمنا وكانت النتيجه من صالحنا. وصراحه اتكلم فريق النادي العربي، لاعبين النادي العربي يستحقون هذه النتيجه، وكان ادائهم في سنه ونص مميز، وارقامهم يمكن على المستوى جميع البطولات مميزه، فالله كرمنا كنا الابطال في اخر بطوله. طيب يعني اخيرا قبل لا نروح حق تقريرنا الثاني، وايضا الاخوان يحاولون الاتصال فيك مره ثانيه لاستكمال الجزء الثاني من الحلقه كابتن ناصر حول هالجزئيه. يقال بان فوز العربي وتفوق ناصر الشطي على سيد نيبوشة في هذه المباراه تحديدا هي اللي تسببت في اتخاذ مجلس اداره نادي الكويت قرار باقاله السيد نيبوشة. هل فعلا شعرت بهذا الشعور؟ وهل اذا كان هذا الشعور صحيح هل تشعر بالفخر انه والله مدرب كويتي تفوق على مدرب اجنبي؟ أول شيء يمكن أشعر بالأسف لعدم استمرار المدرب نيبوشة، مدرب مميز في موسمين قدم مستوى مميز وقدم نتائج مميزة، وأنا دائما أشعر بالأسف حق أي إقالة أي مدرب. بالنهاية احنا كمدربين هذا عملنا، المدرب حقق نجاحات كبيرة وحقق بطولات كثيرة، فباعتقادي هو ليش قالوا عيل من وجهة نظرك يا كابتن ناصر؟ إذا ما كانت والله الخسارة أمام العربي شنو السبب؟ هذا شيء يعني ابو سعود، هذا شيء يمكن خاص في المسؤولين بنادي الكويت. انا بالنسبه لي هو مدرب مميز، قدم الاضافه للدوري الكويتي، ويمكن انا عن نفسي في سنه ونص ضده لعبت 4 نهائيات، فكانت المنافسه مميزه، وهو فاز في بطولات واحنا فزنا في البطوله الاخيره. اتمنى له التوفيق والنجاح بالفتره التحديه يعني مو فوزك عليه هو السبب؟ والله ما عندي علم. طيب عموما كابتن ناصر احنا راح نستكمل الحوار معاك، وراح نسترجع ايضا الذكريات سواء مع نادي القادسيه ونادي السالميه في الجزء الثاني، ونبيك تشوف التقرير، لان هذا التقرير رسائل من بعض الجماهير العرباويه وكلمات من بعض الجماهير العرباويه للكابتن ناصر الشطي. طموحكم الفترة الجاية، قلت لكم ان شاء الله وياي او مو وياي، طموحكم الفترة الجاية لازم تكونون الابطال في البطولات، انتم الافضل، والله ماكو فريق مثلكم كرجولة كجودة لاعبين
كروح كغاريه، كل الظروف مريتوا فيها وانتم دائما تلعبون حق النادي وحق الفريق. الكابتن ناصر الشطي للامانه سوى بصمه كبيره للنادي العربي وخصوصا يعني للفريق الاول، ما شاء الله تبارك الرحمن ان بصمته كانت واضحه في وصول الفريق الاول لكذا نهائيات، واخر بطوله بسم الله كتبها باسمه وباسم طاقمه الاداري كامل والفني في كأس ولي العهد على حصوله هذه البطولة الغالية. ناصر الشطي للأمانة يعني من المدربين اللي لهم بصمة واللي لهم عبقرية واللي لهم ذكاء، يعني شلون يعني يعطي الفريق التكتيك الكامل في الملعب. اغلب اللاعبين والكل للامانه يجزم على ان ناصر الشطي يعني مدرب نادر وجوده في المدربين، يعني مع احترامي للمدربين الكويتيين مثل فصيل. والله زين بس يعني ما حقق بطولات وايد، بس مدرب زين يعني. مشكلته عدم الامكانيات، ما في لعيبه. البطولات الاخيره اللي خسرها العربي باغلاط بسيطه، مو باغلاط كبيره يعني. والله كابتن خوش كابتن على عيني وراسي، بس اخر فتره ما كان شاد حيله. يعني شوف يمكن هو كان شاد حيله مع اللاعبين، بس اللاعبين ما كانوا قاعد يعطون. ليش؟ عشان مكفين المعاشات وكذي. لو انه يعني كان شادين عليهم معطينهم معاشاتهم يمكن اللاعبين لعبوا بروح، بس اللاعبين اخر فتره ما كانوا قاعد يلعبون بروح. والله شوف احنا نتمنى لكل شخص نفس الكابتن ناصر التوفيق بكل مكان يروحه. صراحه هو ادى للعربي شوط جيد جدا، فتره ممتازه، خذ معاهم كم بطولة وبين بصمته للنادي يعني، ونتمنى له التوفيق وين ما يروح بإذن الله. احنا نقول احنا ناطرينك ترجع العربي مرة ثانية، صدق احنا نبي بالعربي لأنه هو اعتقد ابن النادي، وهذه الفترة حتكون خبرة جديدة يكتسبها، وصراحة نبي يرجع للنادي. هذا رسالتي له. والله كنت وايد أشوف مباريات العربي، كنت وايد أستانس لأن فزنا البطولة ضد الكويت 1-0 كنا موجودين. والله كنت مستانس ومشتاقين للكابتن ناصر. هذه بعض الرسائل الكابتن ناصر الشطي اللي ايضا كانت تشيد يعني الجماهير العرباويه، مجموعه كبيره من الجماهير العرباويه ابدت يعني دعمها وسعادتها بالنتائج اللي حققها الكابتن ناصر الشطي مع النادي العربي. كابتن ناصر ارحب فيك من جديد. خلينا نرجع شويه للخلف وتحديدا المحطه اللي قبل العربي السالميه. هناك من اتهم، ولا تزعل مني يعني اكيد يعني قالوا لك هالكلمه وقالوا لك هالجمله، الكابتن ناصر الشطي هرب من الظروف اللي في نادي السالميه وفضل عدم اكمال المهمه مع نادي السالميه نظرا للظروف اللي يمر فيها نادي السالميه. ردك على هالكلام كابتن ناصر. أول شيء يمكن الموضوع كله اتهامات أبو سعود. شوف يمكن الكلمة بالنسبة لي يعني غير مناسبة، مو حق ناصر الشطي، حق أي شخص. بالنهاية احنا رياضة، وأنا لو ما كنت يعني أتمنى الاستمرار بنادي السالمية، نفس ما قلت لك في نهاية الموسم كان عندي عرضين من فرق كبار والفرق منافسه. نادي السالميه نادي كبير لكن بالفتره الاخيره انت تدري مبتعد عن المنافسه ومر بظروف يمكن غير جيده، فكان عندي عقد بالاستمرار مع النادي العربي وعندي عرض من نادي كبير منافس، لكن فضلت الانتقال لنادي السالميه ومشروع نادي السالميه اللي يمكن انا من بدايته لنهايته كنت سعيد بوجودي بنادي السالميه، لان بكل صراحه بالفترة الأولى يمكن أنا استمرت مع الفريق مدة شهر البري سيزون لبداية الدوري، لكن المفاجأة الكبيرة بالنسبة لي اللي هي عدم تسجيل اللاعبين، وهذا يمكن من الأشياء اللي أول اجتماعاتي مع نادي السالمية تكلمت فيها. للأمانة يمكن أبو أحمد رئيس النادي ما قصر، حاول يحل الموضوع على مستوى تسجيل اللاعبين. أنت لما تستقطب 13 لاعب وما تتمكن من تسجيلهم، فباعتقادي هذه مشكلة كبيرة، خاصة أنا مدرب عندي الهدف وعندي الطموح إني أنقل خبرتي لنادي السالمية وأحاول إني أغير وضع نادي السالمية وأخليه فريق منافس. فعدم وجود 13 لاعب أنا استقطبتهم ما بين محترفين ولاعبين محليين له تأثير كبير بالنسبة لي وعلى اختياراتي وعلى استمراري. يمكن هذا الشيء أكيد زعل إدارة نادي السالمية وهذا من حقهم، لكن أنا بالنهاية قعدت مع الجهاز الفني وحاولنا أن نشوف
شنو القرار المناسب بالاستمرار. انا الصراحه كنت اخذ راتب عالي انا والجهاز اللي معاي وعندي عقد 3 سنوات مع نادي السالميه، لكن بكل صراحه وما حبيت اسرق نادي السالميه اني اخذ الراتب واكون مقصر بعملي، لاني اعرف اذا كانت الرغبه موجوده او الطموح موجود ممكن تجي تمارين وتقصر بعملك. كنت اقدر استمر في عملي واخذ راتب عالي والناس ما راح تلومني بشيء، خاصه بعدم تسجيل اغلب اللاعبين، لكن ما حبيت اسوي هالشيء مع نادي السالميه اللي قدرني واحترمني، واكن حق الموجودين كلهم اللاعبين والاجهزه المسؤوله عن الفريق ومجلس اداره وابو احمد كل الاحترام والتقدير. فما حبيت اني اروح بدون رغبه بدون حماس، وبس مسألة اني انا اخذ راتبي واكون يعني على راس عملي. هذا يعني للامانة اللي عرفني يدري انه هذا مناصر الشطي، انا ما اعمل الا باخلاص وامانة بالعمل، وكل نادي رحت له يمكن اشتغل فيه باحترافية. هذه شجاعة منك كابتن ناصر، يعني خلينا نكون منصفين ايضا في هالجزئية. احنا ما اتكلم عن نفسي، اتكلم كثير من المتابعين النقاد دائما يقولون مثلا مو بس المدرب، الاداري، الوزير، رئيس مجلس إدارة نادي، دائما في أي مجال دائما يقولوا له إذا أنت شايف نفسك ما راح تقدر تقدم شيء، أو ما راح تقدر تعطي شيء، أو ما راح تقدر تضيف شيء، أو ما راح تقدر تسوي شيء، أو ما راح تقدر يعني تنجز شيء، دائما يقولون يبغى خلاص قدم استقالتك عشان تعطي الفرصة. بالضبط. لا كابتن ناصر هذه شجاعة، يعني مثل ما تفضل. واذا قدم استقالته صار هم هروب، نفس اللي يبغى، صار هروب. لا بالفعل. لا بالعكس. شوف والله ابو سعود اقول لك بكل صراحه كنت مرتاح جدا بنادي السالميه. يمكن انا كنت ماسك جميع الملفات الاداريه والفنيه واستقطاب اللاعبين والمعسكر كل شيء، لكن عدم تسجيل اللاعبين. وبالنسبه لي انت كمدرب اداتك اللاعب، اذا 13 لاعب يخدمون افكارك مو موجودين، السالميه عنده الجوده لكن ما عنده الكم. الموسم السابق اللي قبل لاي انا كان يروح المباريات ب 17 16 لاعب، فهذا في فجوه كبيره بغياب اللاعبين، فاستقطبت 13 لاعب. الهدف بالنسبه لي عوده نادي السالميه للمنافسه وعوده نادي السالميه للفوز بالبطولات. على المستوى الشخصي من احلى الفترات اللي خضها، يمكن كانت 35 الى 40 يوم، لكن من احلى الفترات في حياتي على مستوى التدريب كانت في نادي السالميه. ونادي السالميه نادي صدق فتره صغيره لكن اعتز اني قمت بالاشراف عليه والله. نعم، يعني لو قارنا كابتن ناصر الصلاحيات اللي كانت موجوده في نادي النصر والصلاحيات في النادي العربي، هل كانت نفس الشيء بصراحه؟ عفوا السالميه والعربي. انا قاعد افكر بالنصر السعودي. شوف اكيد انا يمكن بالنادي العربي خاصه مو الموسم هذا كان يمكن انا مسكت، مو انا المسؤول عن فتره البري سيزون ولا انا مسؤول عن المحترفين. الفتره الاولى من الموسم انا كنت مسؤول على قصدي الموسم السابق اللي من بدايته من البري سيزون لنهايته كنت مسؤول على اغلب الملفات بالفريق، ما بقول لك كلها. اما بنادي السالميه ابو احمد يمكن اعطاني الثقه الكامله وخلاني يعني اقوم بجميع الملفات اللي تخص الفريق، ومشينا يمكن انا والشباب الموجودين بالجهاز الاداري والجهاز الطبي والجهاز الفني بالخطه اللي حطيناها الفريق. وكان الصراحه يمكن معسكر ناجح وبري سيزون ناجح، وباعتقادي لو مستمرين بوجود اللاعبين اللي استقطبناهم وجوده لاعبين نادي السالميه كنت انا اعتقد انه راح نكون منافسين شرسين على جميع البطولات في الموسم السابق، لكن ما اكتمل هذا الشيء. في ايجابيات اكيد في النادي العربي وفي ايجابيات بنادي السالميه، واكيد في سلبيات. دائما بالعمل الناس اللي تعمل وتجتهد في سلبيات وتحاول تعدلها وتطورها. يعني هل نقدر نقول ان الكابتن علي عاشور استلم فريق جاهز من الكابتن ناصر الشطي؟ لا بل بالعكس. يمكن انا بعدي استلم الكابتن محمد دهيليس، وبعد محمد دهيليس يا الكابتن علي عاشور. الحين يمكن هو يستلم نهايه الموسم، الحين امامه فرصه جيده ان يعد الفريق نفس ما هو يبي، الافكار اللي يبيها يحطها بالفريق واستقطاب اللاعبين. يعني ابو احمد ما كمل وايد ابو بدر، يعني ابو احمد بس انا اقصد يعني ما كمل موسم كامل وبعدين يا مثلا كابتن علي عاشور خذ الفريق من محمد دهيليس، لا. بس الموسم اللي طاف وقفنا وايد ابو سعود. يمكن علي عاشور يا نهايه الموسم ووقفنا 66 يوم، فالوقفه كبيره، ويا لعبنا ب 45 يوم لعبنا 9 مباريات بدون اعداد، فهذا فيه ضرر كبير على اللاعبين. الحين بالنسبه لي علي عاشور عنده الفرصه الكامله انه بالبري سيزون يقدر يشتغل ويختار اللاعبين والمحترفين اللي هو يحتاجهم، وان شاء الله نادي السالميه يقدم موسم مميز.
ان شاء الله. لو يعني سالتك عن التجارب الثلاث في ملاعبنا وفي انديتنا كابتن ناصر، قادسيه، السالميه، العربي، هل يعني ترتبهم لي؟ تقدر يعني انت تشوفها ان افضل تجربه من اي ناحيه؟ عادها من ناحيتك انت تقول لي انا والله مع القادسيه راحه نفسيه مثلا مع السالميه صلاحيات، مع العربي جمهور مثلا، يعني ما ادري، انت عاد انت تقيم مو انا. انت اللي شوف اشتغلت. علاقتي، انت تدري ابو سعود، علاقتي مع الجمهور العربي علاقه كبيره، وفي حب متبادل ما بين الطرفين. بالنهايه انا اتكلم، انا مدرب محترف، لكن الكل عارف اني انا ابن النادي العربي. فمع النادي العربي وجمهور النادي العربي علاقه مختلفه. كل مباراه كنت اكون بالملعب الجماهير تهتف باسمك، هذا شيء فخر بالنسبه لي. جمهور مثل جمهور النادي العربي اللي بالنسبه لي من اكبر الجماهير على مستوى الوطن العربي، يكون في حب متبادل ما بينك وبينهم، هذه شهاده بالنسبه لي. اما بخصوص نادي السالميه، انا يمكن اتاسف ان الفتره ما كانت كافيه، واقول دائما داخلي ان يوم من الايام راح ارد ادرب نادي السالميه. اما بخصوص نادي القادسيه، يمكن انا لاعب النادي العربي 14 سنه، لكن بدايتي في مجال التدريب كانت بنادي القادسيه وفي المراحل السنيه. يمكن اخوي العزيز ابو مشعل رفاعي الديحاني هو من اول الاشخاص اللي امن بناصر الشطي، وكنت يمكن انا في مراحل السنيه بالنادي القادسيه، وبعدين انتقلت لنادي العربي مراحل سنيه، بعدين فتره النادي العربي فريق اول، ورديت نادي القادسيه. يمكن مسكت فريق الاول نادي القادسيه، بالنسبه لي كانت فتره انتقاليه، خاصه بخروج عدد كبير من اللاعبين. لو تذكر ابو سعود، خروج اغلب نجوم نادي القادسيه من الفريق، وكان اول سنه لعقود اللاعبين، فكانت فتره انتقاليه. دائما في التجارب اقول ما في نجاح وفشل، في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه. انا بالنسبه لي افتخر اني يوم من الايام دربت نادي كبير مثل نادي القادسيه ونادي العربي ونادي الكويت، انديه كبيره. كل مدرب يتمنى يكون يعني يشرف على هذه الانديه. صح ما كانت النتيجه نفس ما انا ابي في نادي القادسيه، لكن انا تشرفت بالعمل بنادي القادسيه. والصراحه يمكن على المستوى مو بس الرياضي، على المستوى الاجتماعي كسبت اخوان، وما زلت يعني ما زالت تربطني فيهم علاقه مميزه واخويه، فاتمنى لهم دائما التوفيق والنجاح. اما يعني الفتره الافضل بالنسبه لي اكيد هي النادي العربي. صح كانت على 3 فترات، لكن النادي العربي خاصه الموسم السابق كان من بدايته لنهايته بالنسبه لي هذه الفرصه ما تتكرر دائما. ان شاء الله المستقبل والجاي يكون افضل للجميع، ولي انا كمدرب والجهاز المعاون لي. منو اصعب، جمهور القادسيه ولا جمهور العربي بصراحه كابتن ناصر؟ اصعب. شوف انت عارف ابو سعود انهم اكبر قاعده جماهيريه بالكويت هم العرب والقادسيه. يمكن بالنسبه لي مختلفه الامور، القادسيه جماهيريا كبير، لكن انا على مستوى العائله يمكن اغلب عائلتي عرباويه، فالضغوطات تكون اكبر. يمكن حتى هم ما يحطون لك عذر، دائما يحطونك تحت الضغط، نبي نتائج، نبي بطولات. وانا تربيت بالنادي العربي. اما بنادي القادسيه ايضا فريق متطلب. يمكن انا الفتره اللي شفت النادي القادسيه كابتن ناصر لا تدخلني انا قاعد اتكلم جمهور اصعب جمهور، يعني اثنيناتهم والله اثنيناتهم. طيب زين. اي لان ابو سعود العربي والقادسيه، اذا انت سويت شيء زين كل الكويت مستانسه، واذا سويت شيء مو زين كل الكويت تنتقدك. فاثنيناتهم جماهير كبار ولهم مني التقدير والاحترام. من جمهوره اكثر؟ جمهور اكثر والله ما ادري، 50-50. طيب يقال بان يالك عرض بعد ما طلع خبر ان رحيلك عن النادي العربي من نادي الكويت، هل فعلا هذه الاخبار صحيحه؟ والله ابو سعود اقول لك بكل صراحه، يمكن انا من طلعت الاخبار بعدم استمراري، يمكن انت تو حطيته وعرضته لقطه، هذه كانت اخر مباراه، وهني النادي كان مو مقرر اي شيء، بس انا كنت عارف السيناريو اللي راح يصير. فيمكن هذه اخر مباراه تكلمت انا ويا اللاعبين وقلت لهم انا احتمال انه ما راح اكون وياكم بالفريق، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. بعد ما طلعت الاخبار بعدم استمراري مع النادي العربي، تواصل وياي يمكن اكثر من نادي على مستوى المحلي واكثر من نادي خارجي، لكن من الانديه الكبار طبعا. اشكرهم على هذه الثقه، ويمكن التاخير باعلان النادي العربي على عدم استمراري
ما اعطاني الفرصه الكافيه للتوقيع مع اي نادي. ان شاء الله يمكن هذه خيره من رب العالمين، اكيد هذه خيره من رب العالمين، وان شاء الله الجاي افضل لنا. بس هذه كجهاز مو فني. مقصوده يمكن، صح كابتن ناصر؟ ولا تتوقع انها مقصوده من اداره النادي العربي؟ يعني تاخير لا، الاعلان. ما اعتقد انها مقصوده، لكن بكل تجربتي مع النادي العربي انا احترم مجلس الاداره واحترم المسؤولين بالنادي العربي، وهم على العين والراس. كان عتبي الوحيد هذا العتب، اذا كان في قرار كان لازم ابو سعود يكون يعني على قولتهم نهايه الموسم، على اساس تعطيني الفرصه اني انا يعني ادرب. عرفت شلون؟ نعم. كانت عندي عروض، لكن عدم انهاء الامور بشكل مبكر ما صارت عندي الفرصه اني اوقع مع اي نادي، لانه مرتبط بعقد مع النادي العربي سنتين. الانديه اللي تواصلت وياي من داخل الكويت وبرا الكويت كان ردي عليها واضح، انا امتلك عقد مع النادي العربي موسمين، وما اقدر اسوي اي شيء الا لما اشوف قرار من النادي العربي. يمكن القرار كان متاخر قبل التمارين بيومين، وهذا السبب ضرر بالنسبه طيب. لي، لاني ما قدرت اني اقود فريق من بدايه الموسم. طيب يعني السؤال الاخير حول النادي العربي عشان بنطلع بالدقائق الاخيره لمواضيع اخرى. لو طرح عليك الان ايضا العوده لتدريب النادي العربي راح توافق؟ انا يمكن ثلاث مرات قلت النادي العربي، وقلت لك هذا النادي العربي بيتي. بالنهايه بكل فتره انت تحط الاشياء اللي تؤمن فيها، وتحط على قولتهم هي ما هي شروط كثر ما هي. يعني لو هالمدرب الاجنبي ما نجح والنادي العربي طلب ناصر الشطي راح يوافق؟ على حسب الظروف ابو سعود، يمكن على حسب الظروف. شنو المطلوب مني، شنو اللي تبونه، وانا اللي ابيه. انا يمكن حتى لما يالي في نهايه كنت مقرر اني ما استلم الفريق نص الموسم، لان كمدرب لما اشتغل من البري سيزون هذا عملي وشغلي من بدايه الموسم راح ينعكس على الموسم. اما لما تشتغل بنص الموسم انت قاعد يعني تبعات اشياء انت مو مسويها، لا باختيارك للمحترفين لا البري سيزون. نعم. لكن لما النادي العربي طلبني وكان بحاجه اني اكون بالفتره هذه معاهم، ما قدرت اني ارد النادي العربي. لكن انا اقول لك اياها، في اي فريق يطلب ناصر الشطي وايد عروض جتني، انا اعرض عليهم المشروع مالي وهم يعرضون المشروع. اذا صار في توافق وانا موافق وهم موافقين على وجهة نظري وانا موافق على الافكار اللي عندهم ونلتقي، بالعكس ما اقول لا حق اي نادي، مو بس النادي العربي. يقال بان الخالديه البحريني احد هذه الانديه، يقال ايضا نادي او ناديين عراقيين قدموا لك عرض، مدى صحته؟ ايضا نادي ليبي. المشكله انت ما تبي تقول، نقول لك نادي الكويت قدم لك تقول لي ما اقول لك ما تبي تقول كابتن. لا ابو سعود، بالنهايه اذا انت ما توقع للنادي يعني ما له داعي انك تذكر الانديه اللي انا يمكن جت لي عروض وايد. يمكن هالموسم، يمكن الموسم السابق بعد انتهاء عقدي مع النادي العربي، من الاشياء اللي صارت لي واقول يمكن كل شيء خير من رب العالمين، لكن تحس ان هذه الفرصة طافت. أحد الفرق اللي قدم لي عرض في نهاية الموسم هالسنة يمكن تأهل في دوري روشن، والسنة الجاية راح نشوفه في دوري روشن الدوري السعودي. نعم. وكان في تواصل نهاية الموسم السابق معاهم، أتمنى لهم التوفيق. حتى في الأندية على مستوى الخليج جت لي وايد عروض، على مستوى الدوري العراقي جتني عروض كثيرة، لكن أتمنى في المستقبل يكون المشروع بالنسبة لي مناسب، وللنادي اللي راح أقوم بالإشراف عليه مناسب، وإن شاء الله تكون خطوة فيها الخير والنجاح لنا كجهاز فني. إن شاء الله. كابتن ناصر، أنت كانت لك ملاحظة قبل شوية على لجنة المسابقات، يعني كعمل اتحاد ولجان الاتحاد، شنو ملاحظتك؟ غير هل شايف مثلا الأمور التحكيمية زينة عندك ملاحظة عليها؟ أمور مثلا العقوبات، يعني هذه الأمور أو الملاحظات لما تطلع من شخص كان موجود في الدوري او في مسابقاتنا المحليه اكيد تؤخذ بعين الاعتبار، سواء من الشيخ احمد اليوسف او من الاخوان في اللجان. فاي يعني ملاحظات عندك تحب توصلها للشيخ احمد اليوسف وعمل الاتحاد واللجان تحديدا في مسابقاتنا؟ شوف ابو سعود، انا بتكلم من نقطه، يمكن اللجان في نهايه الموسم دائما تقعد او كاتحاد يقعد ويقيم عمل اللجان دائما، هذا اكيد شيء موجود بحكم يمكن معرفتنا في الرياضه والاتحادات على جميع مستوى العالم، يعني انه دائما في تقييم للعمل. فباعتقادي اذا هم يشوفون اللجان المسؤوله بالاتحاد قدموا اشياء ايجابيه اثناء الموسم،
لازم الموسم الجاي يطورون نفسهم بشكل اكبر، لا تكتفي باللي انت موجود فيه. يمكن انا اتكلم بكل صراحه، احنا على المستوى الرياضي متاخرين بجميع الجوانب. يمكن اول شيء بتكلم فيه ومسؤوليه من للناس المسؤولين في الاتحاد او في الهيئات الرياضيه. اول شيء اللي لازم نتطور فيه هي ابو سعود المنشآت عندنا الصراحه في الفتره الاخيره كانت تعبانه. اتمنى الموسم القادم تكون الارضيات مناسبه على اساس تشوف كره قدم مميزه. اما على المستوى اللجان اللي موجوده بالاتحاد دائما لازم يكون في تطور. يمكن انا اقول لك الفتره الاخيره في حكام من برا الكويت شاركوا بشكل كبير، لكن انا اقول لك بكل صراحه انا دائما داعم للحكام الكويتيين، ودائما داعم ان تكون عندهم الفرصه الاكبر في التحكيم، انه يحكمون بشكل اكبر. اما على مستوى لجنه المسابقات قلت لك ملاحظاتي، وبالنسبه لي كان في قصور ويمكن وصلت اكثر من مره. في اشياء تغيرت، في اشياء ما تغيرت. اتمنى التوفيق في الموسم القادم للاتحاد برئاسه الشيخ احمد اليوسف وجميع اللجان الموجوده في الاتحاد. طيب اخيرا عالميا ابو بدر عشان وصلت الختام، يعني وايد قاعد يطرحون عليها السؤال، وانت بما انك متابع الكره الاوروبيه والعالميه خلاص استغل الفرصه واسالك، شلون شايف الدوري الانجليزي بوجود مجموعه من المدربين المختلفين هالفتره؟ سيد ماريسكا، سيد الونسو، يعني سيد ديزيربي، من تتوقع؟ مدربين شباب وايد بسعود الموسم القادم في الدوري الانجليزي، عكس يمكن عكس الخمس سنوات السابقه كانت بوجود مدربين لهم تجارب كبيره مثل جوارديولا وكونتي وكلوب، مدربين مميزين. هذا الموسم يمكن تشوف مدربين شباب. صحيح. ماريسكا يقود مشروع السيتي بعد جوارديولا، ارتيتا مدرب شاب، اريولا مدرب شاب في ليفربول، ايضا ديزيربي عودته للدوري الانجليزي واعتقد تكون اضافه كبيره. المنافسه انا باعتقادي راح تكون من الفرق اللي في السنوات الاخيره هي المنافسه والابطال في الثلاث سنوات الاخيره، السيتي وليفربول والارسنال. طيب هم اوروبيا بما اني بالقاهره بعد، تدري حديث الشارع اليوم بمصر اي واحد يوقفك، اي واحد يشوفك محمد صلاح. ف يعني وايد تصاريح مع انتقاله الى طرابزون التركي او ضد انتقاله الى طرابزون التركي، بصراحه ابو بدر. والله كنت اتمنى ان محمد صلاح يستمر في الدوريات الثلاثه الكبيره، كنت اتمنى تكون تجربه مختلفه على مستوى الدوري الاسباني او على مستوى الدوري الايطالي، لكن هذا بالنهايه اختيار يحترم من محمد صلاح. وبالنسبه لي يمكن هذه يمكن اكبر صفقه يمكن بتاريخ الدوري التركي، اللي هو استقطاب لاعب بهذه القيمه وهذه النجوميه مثل محمد صلاح مع فريق يمكن مو منافس بالفتره الاخيره. انت تدري المنافسه محصوره في الدوري التركي ما بين غلطاسراي وفنربخشة وبشكتاش، لكن نامل ان الموسم القادم يكون هذا الفريق مميز شنو انا منافس. ما عندي وقت ابو بدر، بس سؤال اخير، شنو تتوقع السر في ان اختار نادي طرابزون؟ مع ان العلم تدري الدوري السعودي اكيد دفع له اكثر، يعني في حكي كان طالع من نادي الاتحاد اكيد دافع له مبلغ اكثر من نادي طرابزون. الدوري الامريكي يقال ايضا قدم له عرض، واكيد عرضه اكثر من طرابزون، فشنو السر من وجهة نظرك اختار طرابزون؟ انا باعتقادي طبعا هذا بالنهايه اختيار محمد صلاح وهو عنده السر، لكن باعتقادي ان محمد صلاح يحب يكون انه هو الايكون مال الليج نفسه. يعني انت بوجود الدوري السعودي كريستيانو، وجود ميسي في الدوري الامريكي، الحين وجود محمد صلاح في الدوري التركي هو الرقم واحد في الدوري بشكل كبير يعني. طيب. انا شاكر لك، في كلمه اخيره تحب تقولها ابو بدر بشكل سريع؟ حبيبي ابو سعود مشكور وما تقصر، وانت دائما يمكن ما تقصر معانا. اتمنى لك التوفيق في الفتره القادمه في برنامجك هذا المميز، وان شاء الله كنت ضيف خفيف عليك وعلى الساده المشاهدين. ان شاء الله المره الجايه نشوفك بالقاهره كابتن ناصر باذن الله. حبيبي اتشرف على راسي. شكرا لك، شكرا لمدربنا الوطني كابتن ناصر الشطي اللي لبى الدعوه وقدرنا الحقيقه، وهذا شيء مقدر ويشكر عليه اليوم. مثل موافقه كابتن ناصر هذا شيء يشعرنا بالفخر اليوم والسعاده ان برنامجنا له مكانه وله تقدير واحترام عند مدربين كبار ونقدرهم ونحترمهم مثل ناصر الشطي. على طال المدربين اختم بهالجزئيه، النادي الاهلي السعودي، انا سؤالي طبعا هم اعلنوا اليوم عن مدرب السيد بوزيتش، ماريانو بوزيتش. يعني المعلومه اللي قريتها عن المدرب يا جماعه يقولون كان يدرب صالات ويلعب كره قدم صالات، ادري اوكي كان يدرب شختار
وفي نورد كفريق كرة قدم، لكن حتى ايضا من تاريخه انه كان مدرب صالات. انا ودي اسال سؤال، منو اللي يختار المدربين في النادي الاهلي؟ يا جماعه مو معقوله. شوف مدربين النادي الاهلي ونادي الاتحاد، انا اتكلم عن نادي جده، مدن انديه جده. تشوف الاتحاد سلوفان بيليتش، تعرفونه هذا الكرواتي، كونسيساو، لوران بلان، لوكسمبورغو، منو بعد؟ اسماء يا رجل تستغرب ان هذه دربت في نادي الاتحاد. اسماء يعني لو تدخل على مدربين نادي الاتحاد تشوف اسماء بلاوي. ليش هالاسماء موجوده بالاتحاد والاهلي تشوف المدربين اللي مدربينهم؟ ما ادري صراحه. ياسله مع احترامي له، اليوم جايبين بوزيتش، ما ادري يعني معقوله يا جماعه؟ معقوله؟ ما ادري صراحه. هل الاهلي ما عنده فلوس والاتحاد عنده فلوس؟ انا ما اعرف صراحه. اتمنى يتوفق هذا المدرب، اتمنى، مع اني ما اعتقد، لكن اتمنى انه يتوفق مع النادي الاهلي وياخذ دوري روشن الدوري السعودي. قبل لا اختم، الله يعطيك العافيه استاذنا العزيز خالد الغامدي رئيس النادي الاهلي، نتمنى لك التوفيق ايضا في دخولك انتخابات اتحاد الكره السعودي. شخصيه قياديه اداريه نجحت في اداره النادي الاهلي، وفيت وكفيت يا اخوي ابو وليد، والله يوفقك في انتخابات اتحاد الكره السعودي. ويعني تجربه الاهلاويه مع النادي مع الاتحاد السعودي تجربه ناجحه. الله يذكره بالخير العم احمد عيد برضه، تذكرونه طبعا، شخصيه قياديه اداريه ناجحه. نتمنى التوفيق لخالد الغامدي، ومشكور وما قصرت يا اخوي خالد، وكان لي الشرف اني اتواصل معاك واتكلم معاك واتعامل معاك. شخصيه فعلا اداريه سعوديه نحترمها ونقدرها. نلقاكم ان شاء الله باكر، الى اللقاء.